احنا الصبح كده اتفاجئنا بتصريح غريب من وليد صلاح الدين بيقول لك ان الاهلي ما عوضش عبد الله السعيد من 2018. هتصدق بالله يا كابتن وليد انت حبيبي، هتخليني اندم ان انا اتصورت معاك. انا بحبك، وليد صلاح الدين ده على فكره شخصيه عسل جدا ومحترم جدا، ولكن كل ده على سبيل الهزار يعني. هتخليني اندم ان انا اتصورت معاك. يعني ايه يا كابتن وليد؟ الاهلي ما عوضوش من 2018 ل 2025. خدنا كام بطوله دوري ابطال افريقيا يا كابتن وليد؟ مش هقول لك دوري ولا كاس ولا سوبر ولا سوبر افريقيا. خدنا كام دوري ابطال افريقيا؟ اللي ما تعوضش فعلا عم الناس ابو تريكه، مش عبد الله السعيد. عبد الله السعيد ايه؟ عبد الله السعيد لما ساعه ما مشي من الاهلي خد كام بطوله؟ اقول لك خد كام بطوله؟ 7 سنين خد بطولتين، السوبر الافريقي وكاس مصر مع الزمالك، والاثنين ضربات جزاء بس خدهم خلاص، اتحاسبوا بطولات طبعا، مالناش دعوه، بهرب معاكم في حكايه ضربات الجزاء دي. ما تقولش الاهلي ما عوضوش يا كابتن وليد. احنا هنجيب لك سيد عبد الحفيظ بقى ولا ايه؟ انا مش فاهم والله. ازاي ما عوضوش؟ اللي ما تعوضش ده انا ابو تريكه. تقول لي عبد الله السعيد مين يا كابتن؟